آن الأوان أن يقف المسلمون والعرب والعالم الإسلامي ليقول للمملكة العربية السعودية كفى كفى. انه ما فينا نوصف المقاومة بالارهاب، بس حزب الله منظمة اجرامية. يعني شو؟ يعني تجار مخدرات، يعني غسيل اموال، يعني حرامية، يعني لصوص، يعني فاسدين. هذا كله طبعا باب الكذب والافتراء للمس، من اجل ابعاد الناس وضرب هذا التضامن وهذا الاحتضان الشعبي. لبيك يا رسول الله. نوح زعيتر تاجر المخدرات وصاحب مزارع الحشيش في جنوب لبنان لم يكن فضيحة تضاف إلى كذب ودجل حسن نصر الله أكثر منه تأكيدا لحقيقة تلك العصابة وأحد طرق تمويلها على مدار السنوات الماضية وفقا لنصر الله. نوح زعيتر المطلوب الأول للقضاء اللبناني بأكثر من 500 جناية بينها إنتاج وترويج المخدرات، هو أحد شرفاء بعلبك والهرمل. زعيتر بين عناصر حزب الله على جبهة القلمون والزبداني، ويصدر الأوامر والتوجيهات بناء على موقعه ومنصبه. ما حدا يخبي راسه ويدس راسه بالتراب. هاي الشواهد، هاي الوقائع. هلا شو اللي استجد؟ انه المملكة شوي بلحظة من لحظات عملت إجراء وهددت وقامت بمجموعة إجراءات، وقيل أنها هددت بإجراءات جديدة. يعني الإجراء الأول وقف الهبات والمساعدات، الإجراء الثاني طلب من رعاياها عدم السفر إلى لبنان، والطلب من رعاياها الموجودين في لبنان مغادرة لبنان. لهون هذا صار، إلى أن قيل بأنه بدهم يطردوا اللبنانيين من السعودية ويطردوهم من الخليج كليا. طبعا هم ما قالوا هيك، لكن بلبنان جماعتهم عم يحكوا هيك، انه هذا بده يصير او لازم يصير او مشاكل. بعض الاعلام السعودي طبعا بيهدد بهذه اللغه، وهذا اعلام موجه. نحن بنعرف بالسعوديه ما في اعلام يعني على الطريقه اللبنانيه، لكن ما في جهه رسميه بعد اعلنت او هددت بانه بدها تطرد اللبنانيين او الموجودين في السعوديه او في دول الخليج. طيب ومبين انه الامور مكمله، يعني مبين انه المناخ العام مناخ تصعيدي. هل يحق للسعوديه ان تعاقب لبنان مثلا والجيش اللبناني والدوله اللبنانيه والشعب اللبناني والمقيمين اللبنانيين في السعوديه والخليج لانه في حزب لبناني معين، حزب لبناني معين ماخذ موقف ومعلي الصوت؟ أنا بسأل اللبنانيين، هل يحق للسعودية هاي تعمل هيك؟ سؤال من الناحية الإنسانية، من الناحية الأخلاقية، من الناحية العربية. أنتم بتقولوا اللبنانيين ضيوف وتهددون بطردهم؟ هو العرب؟ أنا ما شتمت ولا بشتم، هاي ولا بسب. في هاي المعركة حزب الله قادر ولائق وجدير ويملك كفاءة أن يواجه فيها وحده. نحن الآن بالعكس، إذا ما قيس وضعنا بأي وضع سابق، نحن في أحسن حال من كل الجهات بحمد الله عز وجل. أنا لما بخبر من خلال الإخوة والأخوات أنه والله عائلة الشهيد الفلاني تقدم مالا تدعم مقاومة، بيجوا الأخوات بيقولوا لها أنه يا حجي أو يا أم الشهيد أو يا زوجة الشهيد أنتوا قدمتوا شهيد، قدمتوا دم. بيقول لها ما الله طلب منا كمان أن نجاهد بأموالنا وأنفسنا. هذا اللي قريناه بأول الخطاب. لما عوائل الشهداء بيقدموا مال والجرحى بيقدموا مال والناس بيقدموا مال، العجوز التي تدخر مالها لآخر أيامها بتقطع منه جزء وبتعطيه للمقاومة. الشاب التلميذ اللي بيروح على المدرسة لما بيشيل جزء من خرجيته وبيحطه بإجية المقاومة، هذا بالنسبة لنا بيسوى ملايين الدولارات. طبعا نحن لا نريد أن نحرج أحدا على الإطلاق، لا نريد أن نحرج أحدا.
السيد حسن نصر الله هو يتصرف بإيعاز من قيادته التي يأتمر بأمرها، وأقصد بذلك نظام ولاية الفقيه. فاليوم وظيفة السيد حسن نصر الله الأساسية التحريض الناتج عن الحقد الدفين في الأمة العربية. السيد حسن نصر الله هو من استدرج الصراع، هو من ألب الناس، هو من قام، هو ونظامه. من الذي حرك جبهة اليمن أو حركة اليمن؟ أليس كان في اليمن رئيس شرعي وكان هناك استقرار وكان هناك صلاح؟ من الذي حرك الوضع؟ أليس انقلاب أنصار الله المدعومين من نظام ولاية الفقيه؟ لكن أنا أؤكد أننا نحن كشيعة عرب لسنا أمعة، ونحن نتبرأ مما قاله السيد حسن نصر الله ومما يفعله ونستنكر له، ولا علاقة لنا نحو به، وهو وحده ومن يتبعه يتحمل مسؤوليته. ونحن نجدد اليوم تأييدنا لإخواننا في عاصفة الحزم وكل ما يفعله أهل العرب إخواننا، ونحن نؤكد أن ولاءنا فقط لأمتنا العربية، وليس لدينا أي ارتباط أو صلة بنظام ولاية الفقيه. نحن كشيعة عرب اليوم نحن من المحافظين على الأمن القومي العربي، لا نريد أي ارتباط بنظام ولاية الفقيه. ينبغي أنا من باب انصر أخاك ظالما أو مظلوما أنا توجهت بنصيحة إلى السيد حسن نصر الله: عليك على الأقل إذا لم تكن تستطيع أن تنصر الحق إنما لا تصفق للباطل. ما جرى في اليمن هو باطل، ما يجري في العراق هو باطل، ما جرى من النظام السوري هو باطل على شعبه، ما فعلته أنت في 7 أيار هو باطل. اتق الله